السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نساوي سينابون. عندي اليوم هون كاسة حليب دافية، بدي احط لها معلقة خميرة كبيرة، واحط لها معلقة سكر، هلا بنتركها لحد ما تتفاعل وبنرجع لها. عندي هون 3 كاسات طحين، حط لهم نص معلقة صغيرة ملح. هلا بدنا نضيف بيكنج باودر، وبدنا نخلطهم مع بعضهم. هلا بعد 10 دقايق بدنا نضيف الزيت، نص كاسة زيت، ونضيف الطحين، 3 كاسات طحين. هلا بدنا نغطيها ونتركها لتتخمر وبنرجع نشتغل فيها. هاي العجينة تبعنا بعد ما تضاعفت. هلا بدنا نكمل شغل فيها. عندي هون سكر حوالي نص كاسة، وبدي اضيف عليهم قرفة. هلا بدنا نفرد، حطينا طحين بدنا نفردها بالشوبك. هلا بعد ما فردنا العجينة بالشوبك بهذا الشكل، هالسماكة هاي، هلا بدنا ندهنها بالزبدة وبعدين نحط لها السكر والقرفة. هيك دهناها كلها بالزبدة، وهلا بدنا نحط لها السكر والقرفة سوا. هلا بعد ما حطينا القرفة والسكر، هلا بدنا نلفها مثل الرول. هلا بدنا نقطعها لقطع صغيرة. هلا بعد ما قطعناها ودهنا الصينية اللي عنا بالزبدة، بدنا نقصها بالصينية.
نتركها لترتاح. هلا بعد ما ريحناهم بدنا ندخلهم على الفرن. هاي بعد ما طلعوا معنا من الفرن هلا بدنا نحط لهم الصوص طبعا. هاي شكلها النهائي بعد ما حطينا لها صوص الشوكولا. ان شاء الله تكون عجبتكم. بالصحة والعافية. دعمونا باللايك واشتركوا بالقناة ليصلكم كل شي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.